السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا هشام، مدربة التنمية البشرية واستشارية العلاقات الأسرية. هنتكلم النهاردة في حاجة مهمة جدا، ازاي اوقف تفكير في أي حاجة سلبية، أي شعور سلبي، أي إحساس سلبي، حتى لو إحساس سلبي خاص بيا أنا شخصيا. يعني أنا بقول لنفسي أنا فاشل، أو أنا كل ما بقول لنفسي بقول حاجات سلبية ليا، أنا أوقف الحاجات دي كلها ازاي؟ تدريب بسيط جدا. كانوا متفقين ان دماغنا او المخ نفسه غذاء الاكسجين، تمام؟ ففكره انك تمنع الاكسجين عنه فده بيحصل حاله طوارئ في الجسم كله، تمام؟ طيب، خلينا نتفق ان التدريب ده اول ما تفكر او اول ما يجيلك حاجه سلبيه، سواء بقى شعور حزن، سواء حاجه سلبيه خاصه بيك، سواء حاجه سلبيه خاصه بالاخرين، بتكتم نفس. الانف والفم بيتكتموا جامد بحيث ان ما يدخلش نفس للمخ اصلا. اول ما تحس وتحسي ان انت خلاص عايزه تنفسي هتموتي، تروحي قايله لدماغك بصوت انت تسمعيه: الغي تفكير في الفكره دي وهسيبك تتنفس. بنفس اللغه كده: الغي تفكير في الفكره دي وهسيبك تتنفس. دي كده انت بتبرمج دماغك او بتقول له مش هسيبك تتنفس غير لما تبطل تفكير في الحاجه دي، فهو اوتوماتيكي هيقول لك ايه على طول؟ طب سيبني اتنفس. اول ما تسيب ايديك هتتنفس بشكل هادي، هتلاقي الفكره دي بعدت خالص والمخ بعدها خالص عنك. الفكره الحاجه زي دي يا جماعه، التفكير السلبي بيسحب من طاقتنا، بيسحب من احلامنا، بيسحب من حاجات كتير، وممكن كمان في ناس بيسحب من جسمها. يعني في ناس بتتعب كمان من التفكير ده، سواء بقى تفكير في اي حاجه. فاحنا نبعد بالتدريب ده، نبعد عننا اي حاجه وحشه، ما نفكرش في اي حاجه تزعلنا. دايما نفكر في السعاده، دايما نفكر في التفاؤل، دايما نفكر في احلامك ومستقبلك، حتى لو كانت الظروف اللي حواليك انت وهي مش مساعده على كده. الفكره ان الشطاره والنجاح انك تخلق لنفسك جو محيط خاص بيك انت، بعيدا عن اللي حواليك. استعينوا بالله. محدش يفكر في الحزن، لان الحزن ولا هيرجع الماضي ولا هيجيب اللي ماتوا، عشان متفقين. يبقى انا كل تفكيري يبقى تفكير تفاؤلي في الحياه اللي جايه ومستقبلي اللي جاي منفض. كان في قاعده دايما بحب اقولها: طنش تعش تندعش. بحبها جدا وبتغير مودك انت المتحكم فيه عن طريق تفكيرك. كل ما كان تفكيرك في الحاجات الايجابيه، مودك هيبقى ايجابي.